اخر فقره معانا في سيدتي هنفترض افتراض اذا اختلفنا. احنا يمكن كنا مكملين من فقره الدكتوره جيهان صالح. اذا اختلفنا ولم تتوحد كلمتنا ونعيش في انقسام او انشقاق، اكيد هنفتقد لقيمه مهمه جدا هي الوحده. نكون متوحدين على شيء، نكون لنا كلمه واحده. ازاي نوصل للمرحله دي؟ هيكون معنا دكتوره مها محجوب خبيره التنميه البشريه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. يمكن احنا بنكمل كلامنا من خلال ما ذكرته دكتوره جيهان صالح. خلينا نتكلم عن قيمه مهمه قوي، قيمه الوحده. يعني ايه وحده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معنى الوحده هي وحده وطن واحد، شعب واحد، اراده واحده. كل ده لازم بيكون فيه توحد، وده واجب وطني. كل مواطن مصري لازم يكون ليه راي واحد. انا طبعا حزينه جدا على اللي بيحصل اليومين دول. وبعدين جبت البطاقه الشخصيه بتاعتي وابتديت ابص فيها، بدور لها على مكان، بشوف بقى هنحط التصنيف الجديد، المجتمع الجديد، سلفي ولا اخواني ولا كافر ولا ليبرالي ولا علماني. هو اكيد مصري. بالظبط. مفيش اختلاف. في النهايه قلت كل واحد يبص للبطاقه الشخصيه بتاعته. تمام. بطاقه شخصيه مواطن مصري، وده اللي احنا عايزين نحطها امام اعيننا. ازاي نحافظ على وطنيتنا وعلى مصرنا وعلى بلدنا وعلى اخواتنا، وان كلنا نبقى مع بعض. لازم بقى بعد كده بكلمه مواطن عشان مواطن نرسخ فكره ان احنا كلنا وطن واحد. ومصر طبعا من الدول القائده في توحيد العقائد والافكار، وان يكون عندها وحده وطنيه، وده من الاف السنين. صحيح. وطبعا اول واحد هو يعني اشار للوحده الوطنيه هو مينا سنه 3200 بالظبط قبل الميلاد، وقدر يوحد ما بين الشمال والجنوب. ده كان طبعا نظير اختلاف العقائد في الوقت السابق ده. فبالتالي احنا مصريين يعني في ثوره 25 يناير كنا مثل اعلى امام العالم كله بوحدتنا ووطنيتنا، وكنا بنقول ايد واحده. فين الايد الواحده دلوقتي؟ فين؟ يعني انا حزينه والناس كلها حزينه بالفعل لعدم وجود توحيد الصفوف وتوحيد الراي. وليه؟ فطبعا يعني ربنا يسلم بالوطن بتاعنا وان شاء الله يبقى. طب لو قلنا وحده تحتيها ايه؟ معناها ايه؟ امن، استقرار، حريه، ديمقراطيه. يعني ايه اللي ممكن نحطه تحت كلمه وحده؟ لما نذكر كلمه وحده معناها ايه؟ راي واحد، قرار واحد، في النهايه مصلحته ان احنا نكون بلد متحضر، في نماء، في حضاره، في ثقافه. وبعدين عايزه ابص برضو هي الوحده الوطنيه اصلها، يعني لو رجعنا بقى للاسلام الحديث الشريف اللي بيقول مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. يعني شبه المؤمنين بجسم واحد، ان لو يعني وحده واحده. واحنا بنمثل الوحده الوطنيه زي القلب والجسم والدوره الدمويه. ما ينفعش نفصل حاجه عن حاجه. لو ازاي بقى احنا بنوصل دلوقتي ان اتنين من وطن واحد بيقتلوا بعض او بيحاربوا بعض، وليه وعشان ايه؟ فطبعا شيء مؤسف ومحزن. طب ايه التحديات او ايه الصعوبات اللي بتواجهنا كمجتمع عشان يكون عندنا اللي حضرتك قلتيه بقى وحده واحده، قرار واحد، راي واحد؟ هو ما فيش ثقافه حوار. ان احنا المصريين هي تعتبر، انا بعتبر مصر من الدول القائده وهي العمود الفقري للدول العربيه كلها. وبالتالي لازم ان احنا نتماسك بوحدتنا وبراينا وبوطننا ونموذج. ولو مصر وقعت الدول اللي حوالينا كلها هتتفكك. فبالتالي لازم احنا يبقى عندنا وعي ونبص للنظره المستقبليه، ما نبصش تحت رجلينا. لازم لو في اطراف متصارعه على راي معين او على فكر معين، فيما يمثل كل طرف، وبالتالي يكون في لغه حوار ثقافي متحضر ونوصل لحل وسط. لكن ما نوصلش ان احنا ممكن لو بصينا برضه الوضع الراهن النظره المستقبليه ان يكون في حرب اهليه او لا قدر الله او ايا كان. فده طبعا حاجه مفزعه ومخيفه، ومش عايزين يبقى عراق تاني ولا سوريا تانيه ولا يمن. فاحنا عايزين مصر تبقى هي دوله قائده في الوطن العربي على مستوى العالم، والواحد اللي بيحب فعلا مصر هيضحي في سبيل استقرارها وامنها. يمكن كان سؤالي مع الدكتوره جيهان من اين نبدا يا دكتوره مها؟ طب من اين نبدا يكون عندنا قرار واحد او فكر واحد؟ فكر واحد هنا لا يعني ان احنا نكون في تنازل. فكر واحد يعني نتفق على فكر واحد، لكن نختلف فيما بيننا عشان نوصل لفكر واحد. شيء طبيعي طبعا. يعني هنبتدي ازاي؟
هنعملها ازاي؟ شيء طبيعي ان في اختلاف حتى في محيط الاسره الواحده، يعني ممكن خلينا ناخد نموذج الاسره عشان نطبق الاسره يعني في الاسره بيبقى في اب وفي ام وفي اولاد، بيبقى كل واحد ليه انتماءات فكريه ثقافيه دينيه ايا كان. مش معنى ان يبقى في اب ان هو هيبقى يتحيز لابن دون الاخر، هو يحاول انه يوفق ما بين الابناء وبعضها ويوصل لحل وسط بحيث ان الاسره تعيش في سلام وامان. فبالتالي احنا دلوقتي في خلاف او في صراع باختلاف وجهات النظر ما بين مؤيدين ومعارضين، وبالتالي كل واحد متمسك بافكاره وهو شايف ان هو صح. فبالتالي ما يمثل المعارضه متحدث رسمي باسم المعارضه وطبعا اللي هو المؤيدين المتحدث الاثنين يصلوا الى طريق وسط، لان احنا نعبر بالمرحله الراهنه لانها مرحله خطيره جدا جدا. واحنا طبعا يؤسفني اي واحد اي مواطن مصري بيتم اراقه نقطه دماء منه هو اخ لينا. صحيح. بغض النظر بقى هو مين، هو مصري زينا بالظبط، مسلم مسيحي معارضه مؤيد ايا كان، هو مصري واخ لينا. وما ينفعش خالص ان احنا نبقى مثل سيء لدول المتقدمه، ان احنا مش عارفين يبقى عندنا وحده وطنيه، مش عارفين يبقى في تماسك، مش عارفين نوحد راينا، ان في صراعات. طب الصراع ده عشان ايه؟ هل دي امور داخلين علينا؟ يعني هل هي طبعا مثلا انا يعني من ساعه ما اتولدت عمري ما لقيت في مصري مواطنين، حتى في اثناء ازمه مصر وثوره 25 يناير وما كان في محاولات لاحداث فتنه طائفيه ما بين الاخوات المسيحيين، وتكاتف المسيحي والمسلم وطلعوا في الاخر وقالوا احنا ايد واحده ووطن واحد وكيان واحد. فبالتالي تغلبنا عن الازمه ودي، ده كان شيء طبعا مرعب ان احنا يبقى في فتنه طائفيه، وبعد كده النظره المستقبليه بتاعتها تقسيم برضو الوطن، وقدرنا نتجاوزها. واحنا بقى عايزين بقى برضو نكون نموذج حي ومتحضر في ان احنا نجتاز المحنه الحاليه، وان كل واحد فعلا يحكم اخلاقه وما يحاولش ان هو يأذي اي طرف وعقله، وما يحاولش ان هو يكون يعني يأذي اي حتى لو نمله، محدش يأذي اي حد. صحيح. ايه قيمه يعني في بعد كده مبادئ او قيم انسانيه بنسمعها زي التسامح، زي المحبه، زي استيعاب الاخر، المرونه، كل الامور دي لو تمسكنا بيها هل ممكن نوصل لنوع من الوحده والتضامن مع بعض؟ اكيد طبعا. يعني كل واحد لو هيفكر بافكاره، الافكار او القيم والمبادئ او الافكار اللي هو متمسك بيها وكيفيه التنازل، او ان هو يقدر يوصل لطريق وسط عشان يكون من خلال التسامح والمحبه، ان احنا ما نرضاش ان اي واحد ده اخويا اللي موجود في هو ايفر بقى، اذا كان معارض او مؤيد، ده اخ لينا. فبالتالي لازم ان احنا يكون عندنا تسامح ونبقى ايد واحده، وما نبقاش يعني وقود بيحترق ومش عايزين نوصل لمرحله مخيفه فيما بعد. عايزين مصر، وده طبعا ده احنا ده ضد نهضتنا وضد نمونا وهروب الاستثمارات والاقتصاد، وناس كتيره جدا هتتاثر. هل هو غايب عننا كلمه ان احنا عندنا بلد عايزين نبنيه، عايزين وضع اقتصادي مش قوي طبعا؟ هل الامور دي غايبه علينا في ظل يعني في ظل المشهد السياسي اللي عشناه وبلغت ذروته امبارح؟ انا المشهد ده عايشينه بقالنا فتره. حق كل مواطن انه يعبر عن رايه، بس ازاي بيعبر عن رايه؟ هل انا بعبر عن رايي بطريقه سلميه ولا بطريقه عدوانيه؟ كل واحد ليه الحق، مش هنجير على حريه الاخرين. لكن ان انا لو رايي ده اتخذ شكل عدواني وايذاء الطرف الاخر، فبالتالي ده هو بقى اللي بيرجعنا لورا مش بيودينا لقدام. فاحنا بالتالي لازم كل واحد يفكر ازاي نتصرف تصرف حضاري في احترام راي الاخر وعدم ايذاء الاخر، والاخر ده هو اخونا واختنا، فبالتالي لازم نحافظ عليه كوحده شعب واحد ووطن واحد عشان نعبر على الاقل المرحله الانتقاليه. لان احنا طبعا احنا مصر مش واخدين على الديمقراطيه، وكل واحد فاكر ان هو بيخرج ويعلي صوته ان هو كده ده صح، وان عنده ديمقراطيه وان هو الصح. فلازم كل واحد يتقبل الطرف الاخر، يكون في لغه حوار منطقيه، ان يكون في تنازل من جميع الاطراف بحيث ان احنا نعبر المرحله دي. نتكلم بطريقه واقعيه ازاي لو حتى في بيت هيتكلم على اسره وكله بيتخانق مع بعضه وصوت عالي ومفيش نوع من انواع الهدوء، ازاي ان احنا هنقول لهم اسكتوا عشان نبتدي نتحاور؟ ازاي اقدر اهدي الاول؟ كل واحد بيحب اسرته او بيحب بلده لازم هيضحي ان هو هيهدي نفسه وهيفكر بعقله. بالظبط، كل واحد هيفكر بنفسه وما يبصش تحت رجليه، هيبص فيما بعد. دايما لازم المواطن المصري يكون عنده فيجن، عنده نظره مستقبليه، انا بعمل دلوقتي ايه وايه النتائج المترتبه فيما بعد. فبالتالي لازم الاطراف
كلها تهدى، كل واحد يعبر عن رايه بوضوح وبهدوء وباحترام الطرف الاخر فيما يمثل ما يعبر او ما يعني في جهه مفوضه للتفاهم والتفاوض ما بين الاطراف المنازعه بالظبط يعني كده، يكون نوع من انواع ما يمثل المعارضه، ما يمثل المؤيدين، ايا كان، يعني يكون زي حكم بينهم مثلا، مش حكم للتفاهم والتفاوض في اختلاف وجهات النظر في الوقت الحالي. فاحنا بالتالي عايزين نخرج لبره الامان في موضوع معين، دستور، اختلاف على الدستور ايا كان، شرعيه ايا كان، في يبقى لغه حوار متقدمه متحضره ما تسيئش لشكلنا ووجهنا وحضارتنا احنا كمصريين، وبالتالي نقدر نخرج لبر الامان. لكن على سيره الدستور طبعا في نقاط كتيره جدا مختلف عليها، في بنود، في صياغات. هل يعني من امبارح بدانا كده نشوف، اول امبارح بدانا نشوف الناس بدات تجمع، المهتمين بهذا الشان بيجمعوا الامور المختلف عليها بيحطوها في بند واحد او في صفحه واحده يتناقشوا عليها. هل ده المفروض لما يكون في اثنين مختلفين يبتدي كل واحد فيهم يقدم النقط اللي هو مختلف فيها على الثاني ونجمعها وسط؟ يعني لما انا قصدي اقول ايه، يعني لما نوصل ان احنا جمعنا نقاط الخلاف في منطقه واحده، ده بدايه الحوار وبدايه الحل. ممكن ويحصل بقى النقاش، ما انا يا اما اقنعك يا اما تقنعيني، يعني انا هقنعك بوجه ليه انا معترضه وانت تقنعيني ليه انت موافقه، ونوصل لحل وسط. ممكن حضرتك توصلي تتنازلي، ممكن انا اتنازل، نوصل في طريق يعني وسط، لكن مش يعني انا شايفه لو احنا استمرينا على هذا الوضع طريق مسدود. سيناريو شايفاه ايه القادم؟ والله اتمنى وادعي من ربنا ان ما يكونش في اراقه دماء، ما فيش مشكله، كل واحد هيعبر عن رايه، ما فيش مشكله، هتاخد وقت، لكن الخوف والرعب ان احنا نضرب بعض ونموت بعض، ده الخوف. دكتوره نهى، يعني ايه دور وسائل الاعلام في انها في التهدئه، في تنميه مبدا روح الوطن، يعني او قصدي حب الوطن، يكون في كلمه واحده نتفق عليها؟ دور الاعلام، شايفه حاليا الدور الاعلام بيلعب، يعني الاعلام بيلعب دور صح ام لا؟ طبعا احنا قبل الثوره ما كانش في حريه اعلام، وما كانش في اي حاجه بتحصل في المجتمع او في السياسه او على الصعيد الصراعات اللي بتحصل في المجتمع، ما كانش حد بيقدر يعبر عن اي حاجه. الساحه مفتوحه. دلوقتي في يعني شفافيه، في وضوح، بس دور الاعلام بيلعب دور قوي جدا جدا في ان هو بيتجه لاتجاه معين او بيتجه اتجاه مثلا معارضه او مؤيدين او ايا كان. دور الاعلام ان هو يكون ياخذ موقف حيادي، ان هو ممكن يقول مثلا الصوره الوضع الحالي كذا، لكن احنا شايفين من راينا ان احنا ممكن نعمل كذا، ان يكون في وعي للمجتمع ان الوضع الراهن هو ليه بيحصل، اللي بالوضع الحالي ايه اللي بيحصل دلوقتي، ازاي ان احنا نحسن من سلوكنا، من افعالنا ايا كان. فلازم يكون في شفافيه ويكون في محايده، ما يبقاش تبع اتجاه معين سواء كان مؤيد او معارض، وبالتالي لان ده بيؤثر تاثير سلبي او ايجابي على راي الى اي مدى الاشاعات بتلعب دور؟ يعني دايما في الاوقات دي بيبقى في كلام كتير بيطلع واخبار تكون مفزعه ومش حقيقيه، وده بيأثر ازاي على المجتمع؟ طبعا اكيد، يعني انا امبارح بتابع طبعا الاحداث الجاريه عن طريق الانترنت، فلقيت ان في ناس بيقولوا لا خلوا بالكم ده في الجهه المعينه هي اطلقت الاشاعه ان هي رايحه في الحته المعينه عشان تجيب الناس في حته معينه عشان يحصل خلاف ما بينهم. فاذا الاشاعات طبعا هي يعني دي بتبقى ضميرنا بالظبط كده، نحكم ضميرنا، وهو كل واحد في النهايه ايا كانت ديانته اتجاهاته يتقي الله في افعاله وفي اقواله، ويعتبر اي مواطن وفي وطنه ان هو ده اخويا وان انا لازم احافظ عليه في النهايه عشان مصر تخرج من بر الامان ونبقى دوله متحضره، وان احنا كدوله من اقدم الحضارات على مستوى العالم ان يكون شكلنا مشرف ان شاء الله. بشكر جدا دكتوره نهى محجوب خبيره التنميه البشريه، ان شاء الله نتواصل معاك في حلقات قادمه. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، وان شاء الله نشوف حضراتكم على خير، ويوم السبت القادم مصر تكون في احسن حال، وتكون دائما هي يعني في افضل حال ان شاء الله، وربنا يحمي بلدنا ويحافظ عليها. شكرا، الى اللقاء.